في لغز غريب قوي ومحير. يا ترى ليه لما بنحاول نمشي طوالي في خط مستقيم بنلاقي نفسنا فجأة ومن غير ما نحس خالص بنلف في دواير؟ تعالوا بينا بقى نحاول نفك اللغز ده سوا ونعرف ايه السر وراه. هل حصلت قبل كده تكون ماشي في مكان كبير ومفتوح وفجأة تحس إنك عمال تلف وترجع لنفس النقطة اللي بدأت منها؟ لو الإجابة فما تقلقش خالص، دي حاجة بتحصل لأشطر وأشهر المستكشفين في العالم كله. ودلوقتي خلونا نتعرف على بطلة حكايتنا النهاردة، المستكشفة إيزي. إيزي دي بقى مغامرة عالمية وبتحب قوي تكتشف أماكن جديدة، بس دايما بتقابلها مشكلة صغنونة كده لما بتكون في مكان مفهوش أي علامات واضحة، زي صحراء واسعة أو غابة شجرها كتير قوي. المشكلة بتاعتها هي إنها مهما حاولت مستحيل تعرف تمشي في خط مستقيم خالص. دايما بتلاقي نفسها لفت ورجعت تاني لنفس المكان اللي بدأت منه، وده طبعا كان لغز كبير محيرها ومش فاهمة إيه السبب. بس الحقيقة إن حل اللغز ده موجود جواها هي أصلاً. عشان إيزي تفهم إيه اللي بيحصل، لازم الأول تتعرف على فريق الأبطال الخارقين السري اللي شغال جوا جسمها طول الوقت عشان يساعدها على الحركة والتوازن. أيوة، زي ما سمعتوا كده، كل واحد فينا عنده فريق أبطال خارقين جوه جسمه اسمه فريق التوازن. الفريق ده هو اللي مسؤول يخلينا نمشي ونجري وننط من غير ما نقع. جاهزين تتعرفوا على أفراد الفريق ده؟ يلا بينا. فريق التوازن ده بيتكون من 4 أبطال جامدين جدا. أول واحد هو القبطان، وده المخ. تاني أبطال معانا هم المراقبين، ودول العينين. وتالت حاجة هي ميزان المياه، وده موجود جوه الأذن الداخلية. وآخر بطل هو طاقم الأرض، ودي المستشعرات اللي في الجسم. كل بطل فيهم ليه دور مهم قوي. نبدأ بالكبير بتاعهم، القبطان، اللي هو المخ. القبطان ده هو الرئيس، هو اللي ماسك العملية كلها. بيجمع كل المعلومات من باقي الفريق، وبناء عليها بيطلع الأوامر ويقرر الجسم المفروض يتحرك إزاي وفين. بعد كده بيجي دور المراقبين اللي هم العينين. دول بقى مهمتهم إنهم يبصوا حواليهم ويدوروا على أي علامات ثابتة، زي شجرة بعيدة قوي أو جبل، أي حاجة ثابتة. العلامات دي بتشتغل زي البوصلة بالظبط، بتساعد القبطان إنه يوجه المركب بتاعنا اللي هو جسمنا في خط مستقيم. ونيجي بقى للحاجة العبقرية فعلا، ميزان المياه. جوه ودنا فيه أنابيب صغيرة خالص مليانة سائل. الأنابيب دي بتشتغل بالظبط زي ميزان المياه اللي النجار بيستخدمه عشان يتأكد إن الحاجة مظبوطة. لو راسنا مالت يمين أو شمال، السائل ده بيتحرك وعلى طول يبعت إشارة للقبطان يقول له الحق إحنا بنميل، عشان يظبط الوضع فوراً. وآخر عضو في فريقنا الخارق هو طاقم الأرض، ودي بقى الأعصاب والحساسات اللي موجودة في عضلات رجلينا ومفاصلنا. مع كل خطوة بنخطيها، الطاقم ده بيحس بالأرض تحت رجلينا ويبعت تقارير سريعة للقبطان عن وضعنا وعن شكل الأرض اللي بنمشي عليها. طيب، لحظة واحدة. لو إحنا عندنا كل الفريق العبقري ده شغال مع بعضه، إزاي بقى إيزي وإحنا كمان بنلاقي نفسنا بنمشي في دواير لما ما يكونش فيه علامات واضحة حوالينا؟ يعني إيه اللي بيحصل غلط؟ السر هنا بسيط قوي، أبسط مما نتخيل. الحكاية كلها إن مفيش حاجة في الدنيا كاملة أو متوازنة بنسبة 100%، ودايما بيكون في اختلافات طبيعية بسيطة جدا جدا بين الناحية اليمين والناحية الشمال من جسمنا. يعني إيه الكلام ده؟ يعني مثلا ممكن تكون عضلات رجل أقوى من التانية بحاجة بسيطة قوي، أو ممكن الإشارة العصبية اللي المخ بيبعتها للرجل اليمين تكون أسرع بجزء صغير قوي من الثانية عن اللي بيبعتها للشمال. دي فروقات صغيرة لدرجة إننا عمرنا ما بنحس بيها في حياتنا العادية. اللي بيحصل بقى إننا لما بنكون في مكان مفتوح مفهوش أي علامات، المراقبين بتوعنا اللي هم العينين مش بيلاقوا أي حاجة ثابتة يركزوا عليها عشان يساعدوا في تصحيح المسار. وفي الحالة دي القبطان بيضطر يعتمد اعتماد كلي على الإشارات اللي جاية من جوه الجسم وبس، اللي هي أصلاً فيها الفروقات الصغيرة دي. فاللي بيحصل إن المخ بيدي أمر واضح وصريح: امشوا في خط مستقيم. لكن بسبب الفرق البسيط ده في القوة بين الرجلين، الجسم بينفذ الأمر ده مع لفة صغيرة قوي تكاد تكون مش ملحوظة مع كل خطوة، لفة ناحية الجنب الأضعف شوية. والحاجة المدهشة بقى هي إن الانحراف الصغير قوي ده لما بيتكرر مع كل خطوة، خطوة ورا خطوة ورا خطوة، مجموع كل الانحرافات الصغيرة دي بيكبر وبيكبر، وفي الآخر بيتحول لدايرة كاملة، يعني 360 درجة بالتمام والكمال، ونلاقي نفسنا رجعنا بالظبط لنفس النقطة اللي بدأنا منها. عايزين تحسوا بالموضوع ده بنفسكم؟ في اختبار بسيط وسهل وممكن نعمله في البيت عشان نلاحظ التأثير ده، بس طبعا لازم يكون في مكان آمن. يلا بينا نشوف هنعمله ازاي. أول وأهم حاجة لازم نلاقي مكان فاضي وأمان مفهوش أي حاجة ممكن نتكعبل فيها. بعدين نغمض عينينا كويس قوي ونحاول نمشي لقدام في خط مستقيم على قد ما نقدر. بعد حوالي 20 خطوة مثلا نقف ونفتح عينينا،
يا ترى هنلاقي نفسنا فين؟ غالبا هنكتشف إننا انحرفنا وحدفنا شوية يمين أو شمال. إذن بعد المغامرة دي كلها، يا ترى المستكشفة إيزي اتعلمت إيه من لغز المشي في دواير ده؟ إيزي فهمت في الآخر إن اللي بيحصل لها ده مش غلطة منها خالص ولا هي عندها مشكلة. دي ببساطة الطبيعة البشرية بتاعتنا، دي الطريقة المذهلة اللي أجسامنا مصممة بيها باختلافاتها البسيطة والجميلة دي. وده بيورينا قد إيه القبطان بتاعنا اللي هو المخ بيشتغل بجد طول الوقت، بيحلل آلاف الإشارات كل ثانية وبيعمل كل اللي يقدر عليه عشان يخلينا متوازنين وماشيين صح، حتى لو المسار ده في الآخر طلع على شكل دايرة. في النهاية جسمنا ومخنا هم أعظم وأقوى أداة استكشاف ممكن تكون معانا. والسؤال بقى اللي بيفضل دايما، بما إن المخ ده مستكشف عبقري ومذهل بالشكل ده، يا ترى إيه المغامرة الجديدة أو الاكتشاف العظيم اللي هيساعدنا نوصله المرة الجاية؟